7 مليار من البشر من يرزقهم؟ من يطعمهم؟ من يسقيهم؟ اهل الصين بس 1,300,000,000 يوميا ياكلون الفطور وجبه اساسيه البيض. هاي من يرزقهم 1,300,000,000 بيضه كل يوم؟ الا المولى عز وجل من الخزائن اللي ما تنبت جل جلاله. خزائن المانجا وخزائن العنب، خزائن التفاح، خزائن الرمان. شفت ثمرة الرمان تفكها تشوف حبات مرصوصة كأنها لولو مرة صعب. الله جل جلاله فيها السكر، الماء ما في سكر والطين ما في سكر. منين يجي السكر في المانجا؟ منين يجي السكر في الرمان؟ منين يجي السكر في التفاح؟ منين يجي السكر في منين يجي السكر في قصب السكر؟ هذه من خزائن المولى عز وجل اللي عنده خزائن كل شيء. الرياحين، الفل، الياسمين، الكادي، الورد. هذه 7 الروائح الزكية منين تاخذ؟ قال تاخذ من خزائن الله. قال لك حتى الصفات الطيبة، الإيمان، اليقين، التقوى، الصلة، البر، العفو، التسامح، هذه الصفات كلها ما يملكها إلا المولى عز وجل. هو الذي أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. هو اللي يملك هذه الصفات. نتعرض لنفحات الله بهذه الحياة. إن الله يقبلنا، إن الله يكرمنا بالحياة الطيبة. كل ما نقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نسعد. في طاعة الهداية، في طاعة الخير، في سنة البركة. لأنه الرحمة المهداة. الأعمال الصالحة مثل الصلاة. الصلاة نور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذفها أمر يفزع الصلاة. كم تحزبنا أمور تفزع قلوبنا للمخلوق، مشكلة. خلي يفزع قلبك لله اللي بيده حل المشاكل كلها، وبعدين روح خذ بالأسباب. لكن لا يفزع قلبك إلا المولى عز وجل سبحانه. الله ربنا رب قلوب ينظر قلوبنا. بالأعمال، بر الوالدين، صلة الأرحام، زيارات من أجل الله. ما تقرب لله. والله كل هذه الأعمال تقرب للمولى. قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنه بسلام الله يجعلك من الجنه. قال هي نور يتلالى وقصر مشيد وانهار مضطرده وريحان تهتز وفاكهه نضيجه وحلل كثيره وزوجه حسناء. الله. تخيل هذا النعيم كله. من يدخلها يحيا فلا يموت، يشب فلا يهرم، يصح فلا يسكم، ينعم فلا يبأس. ما تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، امشاطهم الذهب، مجامرهم الالو وعود الطيب، رشحهم المسك.